السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام. الفيديو ديالنا اليوم غادي نهضروا فيه على المنحه الجامعيه. الطلبه التلاميذ اللي كيقراو هذا العام هذا في البكالوريا ديال 2026، الاباء والاولياء ديال اللي وليداتهم تيقراو في البكالوريا وان شاء الله غادي يشدوا الباك هذا العام هذا ديال 2026. النتائج مازال ما خرجوش، كنتمنى لكم التوفيق، ولكن خاصكم بعض الامور توجدوهم قبل ما تدفعوا المنحه الجامعيه ولا قبل ما يوصل التاريخ ديال التسجيل في المنحه الجامعيه. اول حاجه ان شاء الله يوفقكم وتجيبوا احسن النقاط، وان شاء الله العام الجاي تبداو الرحله ديالكم في التعليم العالي، في التعليم الجامعي ولا التعليم العالي بصفه عامه. اذا كنعرفوا باللي المرحله الجامعيه فيها مصاريف كثيره، الكتوبه، الكرا، ترونسبور، المصروف اليومي، بزاف ديال هاد الناس اللي كينجحوا من البكالوريا فكيتفرقوا مع والديهم، كيضطروا يكريو وكيمشيو مدن اخرى. داكشي علاش المنحه الجامعيه راه كتعتبر واحد طوق نجاه كما كنقولوا، ولا امر اساسي الالاف ديال الطلبه المغاربه، وكيستافدوا منها الالاف ديال الطلبه كل عام في المغرب. ولكن راه خاصكم تعرفوا واحد الحاجه، راه السيستيم ديال المنحه راه تبدل بزاف هاد العوامل الاخرين، وما بقاش داكشي ديال اللجان الاقليميه القديمه اللي كنتو كتعرفوا. في هذا الفيديو ديال اليوم غادي نشرح لكم بالتفصيل كل ما يتعلق بهذه المنحه الجامعيه برسم هذه السنه ديال 2026، وربما في السنوات الجايه ان شاء الله الا ما تغيراتش هذه الشروط، الا ما تغيراتش القيمه، الا ما تغيراتش هذه الضوابط هذو. اذا غادي نشوفوا الشروط الحقيقيه، القيمه ديال هذه لابورس هذه شحال، التواريخ امتى كتصرف، وكذلك كيفاش تسجل باش تستافد من هذه المنحه هذه وما تضيعش هذه الفرصه هذه وهاد الفلوس هذو اللي غادي يعاونوك في المسار الدراسي ديالك. غادي نبداو باهم حاجه، هما شكون اللي عندهم الحق يستافدوا من المنحه الجامعيه، يعني اللي غادي يشدوا الباك، يعني اللي غادي يتسجلوا اول مره. ما كنهضروش على المنحه ديال الماستر ولا المنحه ديال الدكتوراه، هذوك راه الناس عارفين اللي انا اصلا راه دازوا من لافاك وشدوا الاجازه ديالهم وشدوا الدبلومات ديالهم. اذا هذوك راه هذا الفيديو هذا غير الا بغى يعرفوا صافي. اما اللي معني بهذا الفيديو هما الناس اللي غادي تسجلوا اول مره في التعليم العالي، يعني اللي غادي يشدوا البكالوريا ديال 2026. فراه خاصكم تعرفوا بان الدوله راه حاطه شروط واضحه ومضبوطه. اول حاجه الجنسيه، اولا ضروري تكون عندك الجنسيه المغربيه، السن ديالك ما خاصوش يكون فايت 26 سنه، الشهاده ديال البكالوريا تكون شهاده البكالوريا ديال هذه السنه الجديده، يعني ديال هذا العام هذا ديال 2026. بالنسبه اللي غادي تسجلوا هذا العام 2026، اللي غادي تسجلوا في 2027 تكون عندهم شهاده البكالوريا ديال 2027 وهكذا غاديه. اذا الشرط الاول قلنا الجنسيه، الشرط الثاني العمر ما يكونش فيه 26 سنه، الشرط الثالث شهاده البكالوريا تكون جديده ديال هذا العام هذا، الشرط الرابع غادي تسجل في مؤسسه عموميه، يعني تكون مسجل في شي كليه ولا معهد عالي ولا حتى مراكز ديال التكوين المهني اللي تابعين للدوله، يعني ماشي ما غاديش تقرا في التعليم الخاص ولا البريفي، اذا خاصك تقرا في مؤسسه عموميه. دابا ركزوا معايا مزيان في هذا الشرط هذا. الشرط الاخر اللي غادي نقول لكم دابا هو اللي مهم وهو اللي جديد. اذا الشرط الجاي راه هو الكل في الكل كما كيقولوا، ما بقاش الاعتماد على شهاده ديك الشهاده الضعف، شهاده الاحتياج ديال الوالدين بحال زمان. دابا الشرط الاجباري والاساسي هو التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، يعني انت والاسره ديالك، انت كطالب والاسره ديالك، ولا انت كتلميذ ديال البكالوريا والاسره ديالك، خاصكم تسجلوا في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بجوجهم. السجل الوطني للسكان راه كتسجل في المقاطعه ولا في الملحقه الاداريه اللي تابعين ليها، سواء الا كنتو في المدينه ولا كنتو في القريه. من بعد غادي تسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد، من بعد غادي يخرج لكم المؤشر ديالكم، يعني انت والاسره ديالك خاصكم تكونوا مقيدين في هذا السجل هذا باش اللجنه الوزاريه اللي كتعطي او اللي كتمنح هذه المنحه الجامعيه راه كتعتمد على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، يعني خاصكم تكونوا مسجلين في السجل الوطني للسكان، ومن بعد السجل الاجتماعي الموحد كيخرج لكم المؤشر ديالكم باش كيتحدد واش كتستحقوا المنحه ولا لا. اذا الا ما كنتيش مسجل انت والاسره ديالك في هذا السجلين بجوج، راه ما يمكنش تقبل في المنحه الجامعيه، واصلا ما يمكنش تسجل، لان في التسجيل كما غادي نشوفوا في التسجيل غادي تحتاج لواحد المعرف رقمي اجتماعي اللي كتشد فاش اللي كيخرج لك فاش كتسجل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. اذا هذا هو الشرط المهم والشرط اللي تزاد والشرط الجديد. بالنسبه للتسجيل، الطريقه ديال التسجيل
دابا هذه العمليه ديال التسجيل راه كتتم كاملها بطريقه رقميه 100%، طريقه سهله ولكن كتطلب واحد الدقه. يعني ما خاصكمش تغلطوا. اول حاجه راه كتسجلوا في المنصه ديال منحتي، الموقع ديال منحتي. ردوا البال من المواقع المزوره، خاصكم تقلبوا على منحتي .ما يعني اللي هو رسمي. كتدخلوا الخدمات، ايداع الطلب، وكتعمروا المعلومات ديالكم، كتعمروا داك المعلومات ديالكم اللي من بينهم المعرف الرقمي والاجتماعي اللي خاص بالسجل الموحد. وضروري تاكد ان المعلومات مطابقه تماما لداك الشيء اللي كاين، يعني معلوم بالارقام والحروف، داك الشيء يكون مضبوط مزيان، ما تخلط في حتى شي حاجه. ملي كتسالي كدير تاكيد الطلب وكتطبع واحد الوصل ديالك وكتحتفظ به. هذه هي الطريقه ديال التسجيل، راه ساهله ما فيها والو. بالنسبه القيمه ديال المنحه ديال القيمه ديال المنحه، راه المجموع السنوي بالنسبه للمنحه الكامله، المجموع السنوي ديالها هو 6334 درهم سنويا. هادشي اللي كيشدوا بالنسبه صحاب المنحه الكامله. صحاب نصف المنحه عندهم 3166 درهم سنويا. بالنسبه لصحاب المنحه الكامله عندهم كتقسم على 3 ديال الاشهر. الشطر الاول فيه 1900 درهم، الشطر الثاني فيه حتى هو 1900 درهم، الشطر الثالث فيه 2533 درهم. بالنسبه اللي عندهم نصف منحه عندهم الشطر الاول 950 درهم، الشطر الثاني 950 درهم، الشطر الثالث 1266 درهم. اذا بالنسبه لنصف منحه. بالنسبه دابا منين ها هو الجدول شرحته لكم. الطلبه الطلبه اللي ما ساكنينش في المدينه، اللي كيتنقلوا يعني ساكنين خارج المدينه، هاد الناس هادو ولا العائلات ديالهم ساكنين خارج، هم والاسره ديالهم ساكنين خارج المدينه، هاد الناس هما اللي كيشدوا المنحه الكامله اللي هي المبلغ ديالها السنوي 6334 درهم. الناس اللي ساكنين ولا الطلبه للاسر ديالهم ساكنين وسط ديك المدينه اللي غادي يقراو فيها، فعندهم نصف منحه اللي هو 2533 درهم. طبعا كما قلت لكم هذا الشيء هذا راه مخصص للمنحه ديال سلك الاجازه، ماشي الماستر والدكتوراه، هذوك راه عندهم مبالغ ديالهم بوحدهم. اذا السؤال دابا اللي كيجينا في الراس هو فوقاش غيدوزوا هاد الفلوس هادو للحساب البنكي، اش من وقيته بالضبط في السنه. بالنسبه للمنحه الاولانيه راه كتعطى في المنتصف تقريبا، نقولوا حنا شهر 10 تقريبا، شهر 10 شهر 11 كتعطى. الشطر الثاني كيتعطى تقريبا في المنتصف ديال فبراير شهر 2، والمنحه ولا الشطر الثالث اللي هو فيه فلوس مبلغ كثير فكيتعطى في المنتصف ديال شهر ماي شهر 5. اذا هذه هي الطريقه، هادو تقريبا في هذه الوقيته كيتعطى نص ديال شهر 10 شهر 11 بحال هكاك، نص ديال شهر 2 ونص ديال شهر 5. اذا فاش راه تيخرجوا واحد اللوائح، هما الاولين قبل ما يبداو يخرجوا الفلوس راه كيخرجوا واحد اللوائح كيكونوا فيهم دوك الممنوحين، يعني اللي تقبلوا باش يستافدوا من هذه المنحه هذه. ملي كتخرج في اللائحه ديال الممنوحين راه كتمشي تسلم البطاقه ديال المنحه، ديك البطاقه البنكيه اللي غادي تبدا تخرج بها الفلوس ديالك. اذا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للمنحه الجامعيه. الى عجبكم الفيديو واستفدتوا منه بارطاجيوه مع اصحابكم اللي عاد شدوا الباك ولا اللي غادي يشدوا الباك، عفوا مازال ما خرجوش النتائج، اللي غادي يشدوا الباك هذا العام ديال 2026 باش يتسجلوا، ولا حتى اللي غيشدوا الباك تا بارطاجيو معاهم لان خاصهم يتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد السجل الوطني للسكان. شكرا لكم على المتابعه والله يوفق الجميع وتجيبوا احسن النتائج ان شاء الله. ما تنساوش لي جيم والبارطاج وتابوناو في هذا الحساب هذا، وبالتوفيق والله يسر.